السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ معاكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. صلوا على النبي. وصل لكم الفيديو، انزلوا اخبطوا اللايك المتين وانزلوا فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا جديدنا اول باول. انتهت مباراة المنتخب المصري ومنتخب غينيا بيساو بالتعادل الايجابي 1-1 على استاد 24 سبتمبر بغينيا. يمكن ماتش بيقول لنا فيه كابتن حسام حسن ان ما تستنونيش ان انا العب ب4-3-3 تاني، انا بعد كده هلعب ب3-5-2. وربنا ما حد قال له لا يغير الخطه، احنا كنا راضيين، والله راضيين بالخطه بتاعت الماتش اللي فات. بس تمام، عادي، مش مهم، المهم ان احنا خرجنا بحاجه ايجابيه يعني. النهارده كابتن حسام حسن لعب بخطه 4-3-3. لعب التشكيله كانت محمد الشناوي في حراسه المرمى، كان قدامه 2 مساكين، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، وعلى اليمين محمد هاني، وعلى الشمال محمد حمدي. قدامهم 2 ارتكاز في نص الملعب، كان مروان عطيه وحمدي فتحي. كان قدامهم احمد سيد زيزو، وعلى اليمين كان كابتن محمد صلاح، وعلى الشمال محمود حسن تريزيجيه. وكان مهاجم وحيد كان مصطفى محمد، واللي يمكن كان حظه وحش جدا لانه اتصاب في الدقيقه 15 وخرج، ونزل مكانه اللاعب احمد امين اوفا. وهنا احنا يمكن هنتكلم شويه عن التغيير ده. يمكن هنتكلم من حيث من الاختيارات من الاول خالص. يمكن في لاعب في الدوري المصري بيلعب في نادي بلديه المحله اسمه حسام اشرف. حسام اشرف بيلعب مهاجم وهو هداف الدوري حاليا. نفسي اعرف هو ما انضمش ليه. يعني ايه؟ يعني لو كان انضم وكان لعب الماتش كان هيبقى اداؤه بنفس السوء اللي كان احمد امين اوفا بيلعب بيه. يعني هو الراجل نزل حماس، اول دقيقه ونص خد انذار، وكان بقى مهدد ان هو لو عمل تدخل تاني كان ممكن ياخد طرد. دي حاجه. الحاجه التانيه، انت الشوط الاول انت مش موجود، انت ما جيتش. حذرنا امبارح وقلنا ان في عندهم مهاجم اسمه ماما بالدي، ويا جماعه خدوا بالكم منه عشان ده من اخطر اللعيبه اللي بتلعب في منتخب غينيا بيساو. هجمه طايشه، سوء تعامل من رامي ربيعه ومحمد حمدي. رامي ربيعه كان من الاول كان لازم يعمل فاول تكتيكي عشان خاطر يعطل الهجمه، ما عملش فاول، بل بالعكس ده وصل المهاجم لحد ما اداها لزميله. المهاجم التاني طبعا رقص محمد حمدي بمنتهى السذاجه، ترقيصه يعني ما تحصلش في عيل صغير. بس تمام، جت لرامي ربيعه تاني، طفشها بقى، طلعها بره، ساب الملعب كله وراح خابطها في المهاجم. طبعا راحت لماما بالدي، ده طبعا ما بيهزرش، حطها كانت في الدقيقه 40. يعني كان سوء تعامل من الكابتن حسام حسن الشوط الاول. زي ما قلت من شويه ما جيناش اصلا. جينا في الشوط الثاني، كابتن حسام حسن حب يتدارك يعني الاخطاء اللي هو عملها، نزل امام عاشور مكان محمد هاني. ويمكن اللي شاف التغييره ديت قال ان يعني اكيد امام عاشور هيبقى باك يمين، لكن لا، حط امام عاشور في وسط الملعب وجاب احمد سيد زيزو حطه باك يمين. حسينا ان الجبهه دي اشتغلت، حسينا ان كابتن محمد صلاح قدر ان هو يعمل شغل هجومي. يمكن ما بقى يعني ما ظهرناش غير يا دوبك في الدقيقه يعني حاجه و60 بكره امام عاشور اللي شاطها، يعني جت فوق العارضه. بعدها كابتن محمد صلاح جات له نفس الكوره برده وشاطها، بس برده جت فوق العارضه، لحد ما يمكن ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نتعادل عن طريق محمد صلاح في الدقيقه 70 بهدف جميل جدا، تريد مارك كابتن محمد صلاح. كابتن حسام حسن حب ان هو ينشط الجبهه الشمال شويه، فسحب تريزيجيه ونزل ابراهيم عادل، ما اضافش خالص، يعني نزل كانه ما نزلش بالظبط، مفيش اي اضافه هو عملها. الى ان اتت الدقيقه 90 فنزل ناصر ماهر. وهنا يمكن انا عايز اسال سؤال،
يعني ناصر ماهر متألق جدا مع نادي الزمالك، ما بيتنزلوش ليه من بدري؟ يعني الراجل نزل 7 دقايق عمل لك انفرادين. تخيلوا، لاعب نزل 7 دقايق عمل انفرادين، انفراد لابراهيم عادل وما قدرش يتصرف فيها، كانت من الناحيه الشمال، قعد يلف بالكره وما عملش بيها حاجه. والانفراد التاني كان بنفسه، اخترق خط الدفاع كله، بقى انفراد، حس ان هو اختل توازنه، كان ممكن يقع وكان ممكن الحكم يحسب ضربه جزاء او فاول على حدود ال 18، بس هو قرر ان هو يلعب ايجابي وقدر يبصيها لمحمد صلاح اللي للاسف حط يعني ساب الجون كله وحطها في ايد حارس المرمى. وكانت دي يمكن كانت اخر كوره في الماتش، لو كانت جت كانت ريحتنا كتير جدا. بس يمكن الحمد لله، يمكن مبسوط ان كابتن حسام حسن قدر في الشوط الثاني ان هو يعني يصلح الغلطات اللي هو عملها الشوط الاول. يا ريت يا كابتن حسام يعني تشوف موضوع كابتن محمد هاني، لان كابتن محمد هاني انا ملاحظ ان هو ما بيلعبش غير ماتشات على كؤوس وبطولات، انما ماتش في الدوري ماتش في التصفيات لا، ده عادي بالنسبه له. يعني يمكن انت عندك بره واحد زي عمر كمال عبد الواحد، كنت شفت لما بينزل مع النادي الاهلي بيعمل ايه، يعني تاثيره بيبقى عامل ازاي. يعني فبتمنى يعني ان تكمل على خير. يمكن احنا لسه اول مجموعه، يمكن ترتيب المجموعه دلوقتي مصر في المركز الاول 9 نقط، غينيا بيساو 6 نقط، وبوركينا فاسو وسيراليون 4 نقط، اثيوبيا عندها 3 نقط، وجيبوتي عندها نقطه واحده. يمكن في ماتش دلوقتي بيتلعب بين سيراليون وبوركينا فاسو، يمكن اللي هيكسب يعني هيطلع على المركز الثاني. انما لسه احنا الحمد لله اول. بتمنى من ربنا ان يعني كنت خفيف عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. السلام عليكم.